رز حبة وحبة يزيد الشوق محبة. تعالوا نعمله سوا. غسلنا الرز المصري غسلة محترمة قوي، وبندعكه كده عشان ننزل كل مواد التبييض اللي فيه ونضمن النظافة الكاملة والتامة عشان صحتنا. بنصفيه ونروح على الحلة نحط شوية زيت نباتي وزبدة كده بلدي أو نيوزيلندي. ننزل بقى بنص كمية الرز المغسول، بس النص ده هو اللي نحمره كده ونخلي النار متوسطة لهادية. بيبدأ اللون يغير بالتدريج زي ما انتوا شايفين. بنكمل تحمير وما تزهقيش، هتقلبي شوية كتير. اللون هيتغير مرة تانية. نبص كده على اللون مع بعض. جميل قوي قوي. ننزل بقى بالنص التاني من الرز ونبدأ نقلب الاتنين مع بعض عشان يندمجوا ويبقوا حبة وحبة ويزدادوا محبة. بعد ما بنقلب وبنهتم قوي بفقرة التقليب دي، هنبدأ ننزل بالمية. انا بحب الرز دايما بالمية مش بالشوربة. بعد ما نزلت بالمية اقلب تقريبا كده على السريع وانزل بالملح. انا بحط لكل كوباية رز معلقة صغيرة ملح ممسوحة. نقفل ونسيبها تغلي، وغليت اهي واتشربت مية كتير. اقلبها تقليبة واحدة على خفيف وانزل بالغطا مرة تانية. احط الشياطة وهدي النار على الاخر وارجع الحلة. بالطريقة دي الرز بيستوي في 15 دقيقة. نبدأ بقى نغرفه في طبق التقديم. الله، ريحته فايحة والشكل والطعم خرافة. اعمليه بطريقتنا وان شاء الله هتنجح معاكي. ويلا بقى ناكل من جوه الحلة.